السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبناء طلاب الصف الأول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات بعنوان ترتيب الأعداد حتى 100. ترتيب الأعداد. فكرة درسنا اليوم إزاي أرتب الأعداد حتى 100. طبعا مفردات الدرس عندي يا أولاد هنتعرف على معنى يسبق ويلي وبين. من خلال الدرس إن شاء الله نتعرف على معاني هذه الكلمة. تعالوا بنا كده. في مثال عندي اهوت من خلاله هنتعرف على ما معنى كلمة يسبق، ما معنى كلمة بين، ما معنى كلمة يلي. هنا أنا عندي ثلاث أعداد على خط الأعداد هم: العدد 85، العدد 86، العدد 87. هنا العدد 85 يا شباب، 85 دي بقول عليها إيه؟ يسبق العدد 86 مباشرة. نعم أهو، يبقى ال 85 يسبق العدد إيه؟ 86. يعني جاي قبله، معنى يسبق يعني يأتي قبل على خط الأعداد. طبعا خط الأعداد معروف عندي ده اسمه خط الأعداد يا أولاد، اللي هو بيكتب عليه إيه؟ الأعداد بطريقة مرتبة. خط إيه؟ الأعداد. هنا ال 85 تيجي قبل يعني أنا عندي مثلا ال 80 قبل ال 81، وال 81 قبل ال 82 وهكذا. طيب إذا معنى يسبق يأتي قبله على خط الأعداد. العدد 86 هنا يقع بين العددين. 86 هنا بقى نعملها بلون آخر. ال 86 هنا يقع بين ال 85 وال 87. بين يعني في المنتصف، في النص. طيب نقطة أخرى، العدد 87. أيوه، إيه هو ال 87 ده؟ اللي هو يلي، يعني يجي بعد، يلي مباشرة، جاي بعد ال 85 وال 86. يبقى العدد 87 ده اسمه يلي. اسمه ايه يا اولاد؟ يلي، يعني جاي مباشرة بعد ال 86. طيب مين يجي بعد ال 87؟ 88. من بعد ال 88؟ 89 وهكذا. يلي يعني يجي ايه؟ يجي بعد. طيب سؤال اتاكد، عندي هنا خط الاعداد اهو، ركزوا معايا يا اولاد. هنتعرف من خلال هذا السؤال على معنى يسبق ويلي وبين، ومن خلال فهمك تقدر تحل اي سؤال، لان ماده الرياضيات يا اولاد معتمده على الفهم، ان انا افهم قواعد. هي عباره عن قواعد، نفهم القواعد خلاص صارت الامور ايه؟ سهله وبسيطه. خط الاعداد اهوت عندي بادئ من ال20 يعني 20 بعد ال20 21 22 23 وهكذا. اكتب العدد الذي يسبق مباشرة. يسبق، احنا قلنا يسبق، طبعا لازم اركز. خط الاعداد هنا مكتوب منين؟ من اليسار اهو. مش هبدا انا من اليمين بقى، ما اقولش 35 34، لا، بال20 هنا. طيب اكتب العدد الذي يسبق مباشرة. هنا الموجود عندي 28. طب مين اللي يسبق 28؟ من يسبقها؟ يسبقها مش يجي بعدها يا اولاد، خطأ. لو قلت 29 خطأ. يسبقها يعني يجي قبلها، بيكتب قبلها على خط الاعداد اه. ال 27. يبقى اللي سبق هنا ال 28 مين؟ ال 27. إذا ال 27 يسبق ال 28. العدد اللي بعده احنا قلنا يسبق بيأتي قبله على خط الأعداد، مكتوب قبله أو ترتيبه قبله، الترتيب بتاعه قبله. 32 من ترتيبها قبل ال 32 يا أولاد؟ قبل وليس بعد. أدي ال 32 نحددها، حدد ال 32 على خط الأعداد. طيب مين اللي قبل ال 32 هنا؟ 31. جميل، ال 31. نعم، اكتب 31 هيجي بعدها على طول 32. يبقى اللي يسبق ال 32 كام؟ ال 31. هنا 25 ايضا. طيب مين قبل ال 25؟ مين اللي بيسبق ال 25؟ جميل، ال 24. 24 25. طيب السؤال اللي بعده، اكتب العدد الذي يلي. احنا قلنا يلي يا اولاد معناها يعني يجي بعده. مين اللي بياتي بعده مش قبله بقى؟ ال20 هنا، مين اللي بيجي بعد ال20؟ ادي ال20 اهي. مين يجي بعدها؟ جميل، 21. يبقى قوم كاتب 21. طب 33 34. جميل، 34. طبعا لو انك مركز في الاعداد كويس، تعرف قراءة وكتابة الاعداد كويس، يصير الموضوع سهل جدا. 23 24. ده ايه؟ موضوع يسبق ويلي. ثم بقى لنا فكرة واحدة وهي بين. بين يعني في المنتصف.
بين يعني إيه؟ في المنتصف. اكتب العدد الواقع بين العددين. الموجود عندي 33 و35. طب مين اللي في النص هنا بين ال 33 وال 35 يا اولاد؟ على طول اشوف 33 34. جميل. طيب عندي 21 على خط الاعداد وعندي 23، ايش الناقص؟ يبقى ابدا كده، ممكن اقول 20 21 22. ابدا بالعدد الاولاني هذا اللي هو 21 اعده وبعدين اجيب اللي بعده، هذا هو اللي في النص بين. طيب 29 ابدا بال 29 كده. 29 ايش؟ من يجي بعد 29؟ جميل، 30. وبكده دي درس ترتيب ايه؟ الاعداد. ان انا بكتب ازاي اتعلمت في الدرس ده اكتب العدد الناقص، اما ان يسبق واما ان يلي واما ان يقع بين العددين. سؤال درسنا اليوم: كيف اعرف العدد الذي يلي العدد 88 مباشرة؟ ازاي اتعرف على العدد اللي هيجي بعد العدد 88 مباشرة؟ شكرا لكم والى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.